السلام عليكم مشاهدينا الكرام. هنا حنا في هذه المنطقه هذه هنايا بيجي دراع بن جلالي كيسموا الناس المنطقه هنا، واللي هي ما بين دوار الصعادله، منطقه الصعادله ودراع بن جلالي، تابعه ترابيه لاقليم اسفي. هاد الشجره هذه الا كان في هذا المكان كيثيرنا وجود هاد الشجره هذه هنايا، وعليها واحد السياج حديدي اللي كان قام به بالحمايه ديال الشجر اللي كيبان انه كيحمي هذه الشجره هذه هنا. وهذه الشجره هذه هنا اللي كنلقى واحد السيد هنا من الساكنين من هنا من المنطقه هنا، السكن ديالو فين كاين. هذا السيد المسمى اش كيتسمى؟ بوكروم. هو انه حز في نفسه انه واحد المشروع ملكي، وكانت هذه هي البذره ديالو الاولى، على اساس انه بمنطقه الصعادله جاء ملك البلاد هنايا وزرع واحد الشجره هنايا على اساس انها كرمه، على اساس انها في اطار المخطط الاخضر، على اساس هذه المنطقه كل هذه هنا ترصدت لها واحد المجموعه من اموال مهمه اطار المشروع الملكي ديال المخطط الاخضر، انها تزرع بالكرم. تقريبا هذا الشجر هو اللي كاين الكرم صافي بقات وحده الشجره الوحيده اللي بقات. وهذا السيد هذا الساكن من الغيره ديالهم، وان هذا المشروع ديالو ان المشروع الملكي اللي ما غنقولوش بالفشل، وكاين حد الناس ساهموا انهم ولاد المنطقه انهم باش يبقوا بالفشل، الناس اللي كانوا داخلين على اساس في اطار تعاونيات. هاد الناس هادو هنا بقى فيهم الحال، وكتعبير منهم على انه مازال متشبتين باش يحافظوا على هذا المشروع هذا، وانه يزيدوا فيه القدام. داروا السياج هنا على الشجره هذه. نخلو هنا بلا ما نطيلوا، نخلو الكلمه للساكنين هنا، نسولوهم هنا ماشي مشكل اللي خاط تصريح، ولكن اللي عنده شي كلمه يعطينا. تفضلوا. بسم الله. بسم الله استاذ رحيم. اخوان، حنايا الشيء اللي جينا نهضروا عليه اليوم هو واحد المخطط الاخضر. هو واحد المخطط الاخضر اللي هنا سبق لجلاله الملك نصره الله، وجا برجليه الكريمتين حتى لهنا وزرع هذه الكرمه. وانما اليوم هو راه ماشي غير هذه الكرمه هذه، غير زرعها باللي في التدشين. واما راه كاين هذه المسافه كامله كانت تالين تقريبا. واش مسافه تل المرأة البصر ولا شي بالتحديد هنا؟ غير بحال هنا تم التدشين. الحفاري كيبانوا لك هكذا، كتبان لك شي كرمه. هاد الحفاري علاش تزرع فيهم الشجر باش نصوروهم؟ لا تزرع فيهم نيت في على الكرم. فين مثلا؟ ها انت انا حفره هي هنا. ودابا هاي ماتت. هاي ماتت. هذه وحده من هذا الشيء كامل اللي كتشوف. الحفره المهم. ها الاخر يعني هذا الشيء كامل متقاربه تقريبا ما بيناتهم، تقريبا كتقارب 4 امتار، وكتبقى شجره هنا. وهذه مسافه طويله. هذه الحفر هذه هنا ديك على سن يزرع فيها الكرم. شوف المشروع هنا كيف مشى. مشروع باع بالفشل. دابا الكرم مشى فيه. راه الارض دابا مابقاش كينتشموا عليها، مابقاش كيحرطوها. دابا راه ما كاينش هذا المشروع الدشن غير هنا، وانما هذا الشيء راه مرأسو، يعني رئيس ديالها شي تعاونيه ولا ديال جمعيه اللي هو مسؤول. ولد المنطقه نيت هذا ولد المنطقه. غنقولوا غير مسؤول. راه حرام المشروع ملكي بحال هذا المشروع يبوء بالفشل. وشكون سبب الفشل ديالو؟ هذا المشروع راه كان غيعود بواحد النفع كبير للساكنه ديال المنطقه. هذا المشروع طريقه الاستفاده، واش الساكنه استفادت مباشره او انه كان شي وسيط تعاونيه جمعيه هي اللي تعهد ليها بهذا انها دير هذا المشروع وتصرف عليه وهي اللي تصرف عليه. وانما اليوم من عدم السقي، يعني الري ديال هذا ديال ذاك، وزيد على ذلك انت كتشوف البهايم واكلينه، يعني هذا من عدم العساسه. مالي البلاد مثلا، مالين هذه الاراضي شنو هو الالتزام؟ لا بلاتي واحد السؤال، الالتزام اللي كان واش على اساس انه داروا التزام مع الجمعيه؟ واش هذا الالتزام حتى لا كان انهم اللي غيقابلوا الارض غتقابلها الجمعيه؟ شنو الاستفاده ديالهم هما؟ الالتزام على اساس الخطابات الساميه ديال جلاله الملك، لان هذا المشروع هذا المخطط الاخضر غادي نخارطوا فيه شارك كل شيء، نخارطوا فيه وغادي يديروا التزامات وغادي يتبعوا ترعاه هاد الجمعيه ولا هذا الرئيس ديال الجمعيه ولا هذا المسؤول ديال التعاونيه مده 3 سنين تقريبا. واش هي تعاونيه ولا الجمعيه بالضبط عندكم هنا؟ يعني تعاونيه، هو كان تعاونيه ديال الحليب، وانما عطاو يعني ما عرفتش كيفاش هذا المشروع هذا. تا ولا هو شاد الارض، ولا هو اللي شاد الارض وكذا. ولكن من سبب السقي والاهمال ديال العساسه اللي ما كاينينش وما كاينش غير هنا. والعساس واش مسؤوليه من البلاد في العقد ولا مسؤوليه ديال الجمعيه اللي مكلفه به؟ الجمعيه اللي مكلفه ليه في مسؤول ديالها اللي هو رئيسها، وحنا غنسموه اللي هو المريق عبد اللطيف من دوار هذيل. وما غنقولوش غير هذه المنطقه اللي مزروع فيها الكرم، في مناطق اخرى، وانما راه عده هكتارات، تقريبا راه واصله ل 200 هكتار. راه تقريبا كاينه راه واحد العقبه كتبان كيقول لها بونيفل سريسبه. هذيك بعدا هذا المسؤول خاصو يكون بعدا تقني فلاحي، مشد هذا الكرم وزرعوا في مناطق غير صالحه للكرم، ومشى كيزرع لبعض الناس
بدون ما يوقعوا ليه بان هذه الارض راه غيتزرع فيها كرم. واليوم راه كاين اللي دعاهم مني شاف المشروع باء بالفشل وفشل، بدا كيدعي الناس ديال داك ويدخلهم للمحاكم. دابا هما عندي ناس انايا باش كيتهمهم المسوقات كيتهمهم راهم هما اللي يخربوا المشروع. سرحوه، هما اللي خربوا المشروع. يسقوش. كاين اللي مسروح كاين اللي محكوم بشهر سورسي، كاين اللي محكوم ب 40,000 خطيه، كاين اللي يعني تا الناس الساكنه ضغط عليهم واحد الضغط المشروع كبير. كنشوفوا كله باء بالفشل هنا، راه ما كاينش هنا، كاين تقريبا ولا مزروع راه ما رطم كاينش غير دوار ولا رطم دابا مابقاش كرم. العالم السقي هو كرم. دابا اللي بغيت نقول راه ما كاينش غير منطقه، وانما راه كاينه فيها دوار دابا هذا ولا صعيدة هنا مخطط اخضر ديال الرطم، ديال الرطم. ما بقاش ديال الكرف باش الواقع. ولا ديال الرطام. وكاين ناس دابا اللي ضاعوا في ارضهم، ما عرفتيش علاش، حيت كانوا كيزرعوها اما شعير اما حبوب شي قمح شي كذا، مزروعات موسميه كان وإنما كذا. اليوم حفرها. يا انت كتشوف. واليوم حفرها حتى التراكتورات ما تلاوش بغاو يدخلوا لهاد الارض كربسه لينا يتأرفست، ولاو الا ما مستافدين لا من كرم ولا من زراعه. راه هما هاد الناس خاصهم يتابعوا هذاك الاطار، خاصهم يتابعوه، لان المحاصيل كثيره ضاعت لهم مده 3 سنين ولا 4 سنين. ما تفلح ما والو. وحتى هاد الكرمة هذا المورد وحتى تلقاه هو الوحيد اللي عنده. وحتى هاد الكرمه اللي غير سيدنا الله ينصرو، راه غير ناس ولاد المنطقه ضربتهم الغيره وجاو داروا عليها كرياج وكيرعاوها وكيسقوها بحال هاد الناس. انت كتشوف الدار ديالو هذاك راه يوميا تقريبا كيسقي هاد الكرمه. هاد السيد هو اللي دار عليها كرياج وسقاها وكذا. والملك جا في الدار. وحنا الحراره. رايحين 45 درجه ديال الحراره في الجو. لينا الشرف لينا واحد النهار كاين ناس هنا اللي بغات تموت بالحراره. يعني جا في واحد النهار اللي كانت فيه درجه الحراره فوق 45 درجه. الناس سخفت كاع. الناس سخفت والناس داك، وحنا راه يحصل لنا الشرف جلاله الملك جا حط رجلو الكريمه في هذا